راسي كنقول واش انا كنعيش حرب في الدوله ديالي. نورمال يطرافوا علينا حنا كساكنه، فهمتي؟ حنا اللي صوتنا عليهم. كاين اللي باقي صايم الان، دابا شحال دابا 10 الليل، كاين اللي باقي صايم. احساس وليدي انت تشوف فيها شهر غفران، ما بقى انا بعدا ما مقرعه ما والو، شاركيني مع وحده ما حالها بولادها، ما حالها الورقه ديال الضوء على حسابها، ما حال راجلها، وشاركوني معاها وانا ساكنه 60 عام، حياتي كلها دازت هنا في الشيحنه، وشاركوني معاها. علاش؟ اش درت؟ هذه راه حقره، هذه راه حقره، راه ظلم. ودابا هما ريقبونا وهذا رمضان ريقبونا وما عندنيش حتى باش تسلي. انا بعدا اليوم عاد طلبت زلزال السنتر يقول عطينا خويا نكمل الكرا، وباش كملت الكرا وديت حويجاتي حطيتهم وانا قاعده حاصله دابا، ما عندي باش نكمل الكرا، ما عندي باش نعيش، انا حاصله ولدي. وانا تطلب من ربي المحسنين وعباد الله يشوفوا فيها الحاله، انا ما مقرعه، شاركيني وعندي تنخدم، وملي قالت صحتي ومرت انا قعدت الارض، انا دايره على السلطه دابا حازمه بها الظهر، حازمه بها ظهري، ما تنقدش ندرج، نهار ناكل ونهار ما ناكلش، وهذه هي الحال. تشوف الظروف ان هاد الوقيته ديال العواش المباركه ورمضان الكريم هو خبر كينزل كصاعقه على السكان ديال الشيحنه. ما عنديش جواب اكثر داكشي اللي كنحس به انا قبل السكينه. اول حاجه كما قلت لك الظروف ظروف قاسيه. اول حاجه بالنسبه لريب وسير تكري ما عندهاش منطق اصلا، واللي نزل هذا القرار انه حل علن او شن حرب على الناس ديال دور صافي. ما نقدرش نعبر ليه اكثر من داكشي اللي كنحس به اللي فوق الحقره. لو كنا كان عندنا استعمار نقدروا نقولوا حنا راه مستعمرين من واحد الدوله، ونقدروا نقولوا حنا راه في حرب. وحنا انا منطقيا كنحللها مع راسي كنقول واش انا كنعيش حرب في الدوله ديالي. الناس المسؤولين او السياسيين او المنتخبون اللي كاينين في المدينه ديال السخيرات نواب، يعني ناس نايمين. هذوك الناس اللي كانوا كيجيو عندنا في الانتخابات وكيقولوا لنا وقفوا معنا وحنا غادي نزيدوا بكم لقدام، وهذه ما شلنا فيهم حتى شي واحد، اولا هم الرئيس او الناس اللي في الاغلبيه ولا الناس اللي في المعارضه، حتى شي واحد ما جا شاف فينا ولا دق علينا ولا قال لنا شنو خصكم. وهما من الدرجه الاولى هما اللي خصهم يوقفوا معنا في هذه الظروف. علاش؟ حيت هما جاو عندنا بوجاهم، دابا ما بقيناش كنعرفوا فيهم حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما وقف معنا في هذه الظروف، وحنا كنخليو امرنا الله سبحانه وتعالى. كنحس به حاليا يعني في الظروف ديال رمضان، اولا الفطور اللي كنفطروا يعني شي حاجه في الخيال، يعني داكشي اللي كنعيشوا الضغط النفسي وحاجه اخرى هو الكرا. فين تكري؟ كتمشي عند الانسان انك تكري من عنده كراج فيه 2 متر كاري كيقول لك 750 درهم، يعني 15000 باش تكري بيت. اش غدير فيه؟ تكون فيه انت، تكون فيه امك، تكون فيه اختك او خوك اللي عنده 5 الناس او 6 الناس، فين غيكري؟ وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم ديور باش يكريوهم، كتمشي عنده كيبغي يكري لك بيت ب 1000 درهم. يعني هذا القرار اللي جاكم ديال الهدم في رمضان، شنو كتقول عليه؟ الصراحه هذه راه الصدمه هذه والله. اشي راه بحال الان راه شي دابا النفسيه ديالنا راه لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوات شي راه دمر العذاب في العذاب. شوف عذاب في العذاب، وهذا انت التلفازة. هادشي كثر من الظلم، كثر من الحقره، فهمتي؟ اكثريه ما جات مع رمضان. وانا الرساله اللي بغيت نوجه من هنايا هو الناس السياسيين، الناس اللي صوتات عليهم السكينه، فينكم؟ يعني دابا حاليا نتوما فينكم؟ لو كان جات هاد الوقيته الظرفيه ديال الترحيل ديال السكنه ديال الشياحنه وبزاف ديال الدواوير مع الفتره ديال الانتخابات، كنا عارفين بان غتقدروا تجيبوا القفات وغتجيبوا الكاميوات وغتطلقوا لنا المرتزقه ديالكم اللي ما بقاوش كيبانوا دابا حاليا، وغتقدروا تكريو لنا. حنا عارفين تقدروا تكريو لنا غير باش تقضيو المصالح ديالكم من بعد. علاش؟ حيت ما شفنا لا حتى شي واحد، لا مستشار، لا في الاغلبيه، لا حتى شي واحد ما مسوقينش، وما هبطوا يواسيو حتى الناس ديال الدوار، فهمتي؟
هادو ناس اللي خصهم نورمالمون يطرافوا علينا حنا كساكنه، فهمتي؟ حنا اللي صوتنا عليهم ما جاوش، ما كاين حتى شي واحد. والناس اللي مشات عندهم ناس ديال الدواور باش يكريو عندهم يطلعوا عليهم الثمن خيالي. هنا انا راه وليت كنشوف الفساد ما بين المواطنين، بعض المواطنين حنا اللي بيناتنا الفساد. انت كيفاش واحد خدام 70 درهم النهار كتقول لي انت غنكري لك انا ب 50,000 ريال؟ منين غيجيبها هو؟ كيفاش وحده ارمله غادي تكري لها انت كراج فيه طواليط حاشاكم وفيه لافافو ب 800 درهم ولا 1000 درهم؟ راه هادشي راه جينا نعاودوا لكم راه بزاف، راه لا واحد المعاناه راه كارثيه. الله يصوب. واش هادشي هذا راه بزاف، راه الناس راه اللاجئين السوريين وكيعطيوهم فين يباتوا وكيبنوا لهم قياطان. هادشي هو راه كاين اللي الناس قسما بالله العظيم كاين اللي باقي صايم الان دابا شحال دابا 10 الليل، كاين اللي باقي صايم اصاحبي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي راه ما تيفرحش اصاحبي، حنايا كشباب مغاربه يديروا لنا الحال، هادشي راه ما تيفرحش ولا كاين الظلمه. هادشي راه بزاف، وخصوصا ملي كتشوف شي عائلات كيتباكاو والناس فهمتي ما عندهاش باش تشكري، كاين اللي ما عندوش باش يفطر اصاحبي.